هيا كيفاش؟ شكون باش تشجعوا غدوة؟ تونس والا فلسطين؟ برشا توانسة يقول لك مع القضية الفلسطينية منذ عقود ومنذ بداية الزمن، وتونس وفلسطين دولة واحدة، لكن غدوة باش نشجع المنتخب الوطني التونسي. برشا توانسة يقول لك عادي كيما نشجع تونس كيما فلسطين، نعتبرهم بلاد واحدة، سواء تربح تونس ولا فلسطين والا يتعادلوا عادي، ليسونسيال نحسهم دولة واحدة. نعطيكم رأيي الشخصي مع القضية الفلسطينية 1000%، لكن غدوة باش نشجع المنتخب الوطني التونسي بما انه مقابلة مهمة. ماتش تونس فلسطين غدوة باش يتلعب في استاد لوسيل انطلاقا من 3:30 متاع العشية بوقت تونس في اطار الجولة الثانية. مباراة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي اللي اليوم سواء سامي طرابلسي والا الملاعبية وعدونا بردة فعل في المقابلة هذه. صحفي سوري اليوم في الكونفرنس اسأل إيهاب أبو جزر اللي هو مدرب فلسطين، قال له منتخب تونس متعالي على كل من سوريا وفلسطين، لكن الإجابة في الحقيقة كانت راقية جدا من مدرب فلسطين اللي هو نسمعوه شنو وقع. طيب احنا اولا يعني بدناش ندخل في التجاذبات اللي صارت بين المنتخب السوري والمنتخب التونسي. احنا بنشوفش الا الاشي الايجابي، واحنا تونس بالنسبة لنا بلد عزيز علينا، تونس اللي احتضنت الثورة الفلسطينية، وكلنا بنشوف ردود فعل الشارع التونسي، يعني في منهم ناس بقول لك يعني احنا عندنا مشكلة كيف بدنا نفوز على فلسطين. ان شاء الله مربوحه لمنتخبنا غدوه ضد فلسطين. نذكر تونس خسرت مع سوريا هدف مقابل 0، فلسطين ربحت قطر في الجوله الاولى هدف مقابل 0. وانتم شكون تتصوروا يربح في المقابله هذه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات.